تخيل معايا 4000 مقاتل بس واقفين قدام جيش عدده 60,000. دي كانت معركة سبسطة سنة 692 ميلادي، لما الروم نقضوا الاتفاق مع الخليفة عبد الملك بن مروان، واستغلوا إن المسلمين وقتها كان عندهم مشاكل داخلية، وقرروا يهجموا ويخلصوا على الدولة الإسلامية. الخليفة بعت أخوه محمد بن مروان يواجههم، واللي خرج ب4000 بس. أول ما جيش الروم وصل وشاف العدد القليل اتغروا جدا وافتكروا إن المعركة سهلة، لكن المفاجأة كانت هنا. المسلمين بدأوا القتال بقوة وكسروا أول هجوم للروم ووقعوا فيهم قتلى كتير. وبعدها محمد بن مروان عمل حركة جريئة جدا، هجم مباشرة على قلب جيش الروم. تخيل كتيبة صغيرة داخلة وسط جيش ضخم. الروم اتلخبطوا واترعبوا، والهجمات السريعة ورا بعض بدأت تكسرهم. وفجأة قائد سلاف هرب ومعاه حوالي 20,000 جندي، وسابوا الإمبراطور لوحده. وهنا انهار جيش الروم بالكامل وبدأوا يهربوا، والمسلمين طردوهم وكسبوا المعركة بشكل ساحق. المعركة دي كانت نقطة تحول كبيرة، وكسرت قوة الروم في آسيا الصغرى، ومهدت بعد كده لفتوحات أكبر. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة